السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في قناتكم ملعب تيزاد. اليوم موضوعنا على راه داير حالة وسط انصار شبيبة القبائل. هل فعلا الركائز تاع الفريق راهم رايحين يروحوا؟ الأخبار الأخيرة على شبيبة القبائل، واش راهي مخبية الإدارة، وعلاش الموسم هذا كان واحد من أسوأ المواسم القارية في تاريخ جياسكا. خليكم معايا لأنه هذا الفيديو راح نكتشفوا بزاف تفاصيل اللي مازال ما خرجوش. طبعا راح نكتشفوا بزاف التفاصيل، الإشاعات اللي راهي دايرة حالة في الفريق وخاصة عند أنصار شبيبة القبائل. ولكن هذه الإشاعات ما ظنيتش من أنصار الأوفياء. راح نكتشفوا بزاف التفاصيل، الإشاعات اللي هزت الفريق من بداية الشهر. بدأت تطلع إشاعات قوية تقول باللي بزاف لاعبين كبار، قال لك كبار، راهم ناويين يغادروا مع نهاية الموسم. بالعيد، حميدي، قايا مرباح، بادا، محيوس، مسعودي، والقائمة طويلة. الناس قالت باللي العروض راهي تتهاطل عليهم من داخل وخارج الجزائر. بصح مصدر مقرب من الإدارة أكد حاجة مهمة، قال لك كامل الركائز مازالهم تحت العقد وما كاين حتى واحد رايح يغادر في نهاية الموسم. وهنا السؤال اللي راح نطرحه على هادو الناس اللي يديروا الإشاعات، إذا اللاعبين راهم تحت العقد، علاش الإشاعات ما حبتش توقف؟ طبعا كما نعرفوا الموسم كارثي هو اللي يفتح باب لهذا الشيء. جياسكا هذا الموسم عاشت واحد من أسوأ المشاركات القارية، 3 هزائم، 3 تعادلات، ما فازت بحتى مباراة، خروج من دور المجموعة، وزيد فوق هذا خروج مبكر من كأس الجزائر أمام اتحاد الحراش اللي كان غارق في أزمة، وفي البطولة سلسلة نتائج كارثية. الضغط كان كبير والأنصار فقدوا الثقة، وهنا بدأت الإشاعات تكبر. الإدارة قالتها بصريح العبارة، الركائز تاعنا ما زالهم تحت العقد وما يروح حتى واحد في جوان. حتى لو الفريق ما يشاركش قاريا الموسم الجاي، المسؤولين واثقين باللي يقدروا يحتفظوا باللاعبين. لكن هذا الكلام يكفي باش يطمئن الأنصار، خاصة وأن الفريق ما حقق حتى هدف من أهداف الموسم. وهنا نروح للنقطة الحساسة، الشرط الجزائي. الإدارة تقدر تمنع أي لاعب من الرحيل، لكن إذا نادي أجنبي قرر يكسر الشرط الجزائي، خلاص لاعب يروح، والدليل بركان وبوعليا. الإدارة كانت رافضة رحيلهم، بصح الوكرة القطري والترجي خلصوا الشرط الجزائي 650 ألف أورو وما قدروش يديروا لهم حتى شيء. يعني إذا جاء عرض خيالي الإدارة ما تقدرش توقف اللاعب. أما عن اللاعب محيوس اللي حيرت الجميع، محيوس جاء ليه عرض 1,000,000 أورو من نادي خليجي في الميركاتو الشتوي. الإدارة رفضت وقالت نحتاجوه باش نرجعوا المنافسة على اللقب والتأهل للربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا. لكن الحقيقة ما سجل حتى هدف في رابطة الأبطال الإفريقية، 10 أهداف فقط في البطولة، هدف واحد في كأس الجمهورية، وما زال ما رجعش لمستواه الحقيقي. وزاد جاه عرض آخر من نادي مصري والإدارة رفضت الثاني. السؤال، هل الإدارة كانت محقة ولا ضيعت فرصة بيع اللاعب قبل ما ينخفض مستواه أكثر؟ مستقبل جياسكا بين الحقيقة والأمل. رغم الموسم الكارثي، الركائز
راح يكونوا مطلوبين في الميركاتو، وعندهم إمكانيات ويحتاجوا غير ثقة باش يرجعوا لمستواهم. والإدارة راهي تقول الضغط كاين في كل الفرق الكبيرة، واللاعب لازم يتأقلم، ووعدوا الأنصار باللي الموسم الجاي راح يكون أفضل من الموسم اللي فات. لكن هل يكفي الكلام ولا لازم تغيير جذري في الإدارة، الطاقم الفني، وحتى طريقة التسيير؟ طبعا هذه الإشاعات ما راهيش تجي من أنصار الأوفياء. وعلاش وصلنا لهذا الشيء؟ وعلاش الخلوطة هذه اللي راهي صايرة غير في شبيبة القبائل؟ علاش ما كانش في الفرق الأخرى؟ علاش ما كانش في الفرق الأخرى؟ هذا السؤال اللي يحير. علاش؟ لأنه شركة موبيليز. علاش؟ لأن شركة موبيليز اللي هي مالكة الفريق ما على بالهاش بالفريق، شغل حكمة جياسكا رغم عنها ما على بالها بحتى شيء. كيفاش 3 سنين هما يهضروا على مشروع كبير لشبيبة القبائل، مع الآخر ما كان حتى شيء. وشركة موبيليس هي اللي تتحمل المسؤولية. كما يقولوا ناس بكري، العام اللي يروح أحسن من اللي يجي. وخلاصة القول، جياسكا ما تستهلش هذه المشاكل وهذه الإشاعات. شبيبة فريق كبير، فريق ما بناه شخص واحد، بناه شعب كامل، تاريخ كامل، رجال كاملين. اليوم لازم نسقسيو روحنا، هل الشبيبة تستاهل نشوفوا انصارها يتقاتلوا؟ هل تستاهل اسمها يتوسع؟ هل تستاهل تكون ساحة حرب على الإشاعات؟ العدو الحقيقي ماشي المناصر اللي يخالفك، العدو الحقيقي هو اللي يحب يشوف الشبيبة ضعيفة، منقسمة، مريضة. اليوم لازم نرجعوا نكونوا يد واحدة، لازم نرجعوا ونكونوا جمهور واحد. خطيونا من الإشاعات هذه ما تدي إلا الهاوية. وشكون المتسبب الحقيقي في هذه المشاكل اللي راهم صايرين بشبيبة القبائل؟ ماشي شخص واحد، المشكلة أكبر من هذا. المشكلة في غياب مشروع واضح للفريق من شركة، غياب تواصل محترم مع الأنصار، غياب إدارة مستقرة، غياب رؤية مستقبلية، وناس تستغل هذا الفراغ باش تزيد تشعل النار. كي يغيب التنظيم يجي الفوضى، كي يغيب الوضوح يجي الشك، كي يغيب الحوار يجيو الإشاعات. وهنا حبيت نسألكم ونسمع رأيكم فيه. واش تشوفوا الإدارة هذه قادرة فعلا تحافظ على الركائز، ولا راح نشوفوا موجة رحيل كبيرة في الصيف؟ واش رأيكم في هذا الموسم؟ هل هو أسوأ موسم في تاريخ جياسكا قاريا؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، خليونا نفتح نقاش كبير. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ولا بروشان فيديو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.